عارف انت الحاجات اللي بتخليني مبسوط من ماتش زي ماتش كوت ديفوار بالمنظر ده، اللي يخليني افتكر الجمله الشهيره بتاعت يوهان كرويف اللي بيقول فيما معناه يا جماعه كره القدم لعبه سهله فبلاش تعقدوها. اللي كان بيعمله حسام حسن ببساطه شديده جدا هو تطبيق بسيط للمقوله دي. فاللي هو معلش انا اسف على المقارنه دي، بس هو يعني ده ابسط مثال للمقارنه، ان لعبه كره القدم دي لعبه سهله فبدون تعقيدات وبدون اي حاجه. الموضوع كان ببساطه شديده جدا. دي خطه كوت ديفوار، اقلبها كده هي دي خطة منتخب مصر. هتقولي مش فاهم يعني ايه، ابسطها لك. يعني كوت ديفوار كانت بتلعب بخطة هجومية بحتة جدا اللي هي خطة 4-3-3. طب ده كلام لطيف جدا. حسام حسن بقى كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب مان تو مان صرف. يعني على سبيل المثال ناخد تشكيلة منتخب مصر من ورا لقدام. بعد الشناوي هتلاقي ان قدام الشناوي 3 مدافعين، رامي ربيعة على الشمال، حسام عبد المجيد في النص، وياسر ابراهيم على اليمين. وجنبهم على الاطراف جنب ياسر ابراهيم هتلاقي فيه محمد هاني، وجنب رامي ربيعة هتلاقي فيه احمد فتوح. ياسر ابراهيم ومحمد هاني مسؤولين عن مين؟ عن ديوماندي وكونان اللي هو اساسا الوينج الشمال والباك الشمال. طب رامي ربيعة وفتوح مسؤولين عن مين؟ عن عماد ديالو ودوي اللي هو رقم 17 ده. هتيجي تسالني سؤال، هو ليه حسام حسن بيلعب ب2 ديفندرات بالرغم ان هو بيلعب بليبرو؟ هقولها لك يا سيدي. عندك إناو مسؤول عنه مروان عطيه، وعندك فرانك كيسيه مسؤول عنه حمدي فتحي. هيتبقى مين في الملعب؟ ابراهيم السنجري، وده مسؤول عنه امام عاشور. كده فاضل مين مش ممسوك من لاعيبه كوت ديفوار؟ الاثنين سيرد باكات، ودول مسؤول عنهم صلاح ومرموش في الضغط عليهم على الاقل وهم معاهم الكوره. فبالتالي حسام حسن عمل عمليه اختناق لكل لاعيبه كوت ديفوار وقت ما يكونوا معاهم الكوره. طب لو فقدوا الكوره ساعتها بقى احنا بنلعب بقى لمسه ولعبه وممكن نوصل للجون. وده حصل في الدقيقه الرابعه في جون عمر مرموش، وحصل برضه في الجون الثالث. فبالتالي لعيبه كوت ديفوار حست بالخنقه الشديده جدا لدرجه ان هم ما لقيوش اي فرصه تانية ممكن يلعبوا بيها علشان يزودوا الضغط علينا غير في الفاولات اللي على حدود ال18 وفي الكورنرات. فبالتالي لما بيجي لهم كورنرات بتحس ان هم جابوا جول، وده ببساطه اللي عمله حسام حسن. بس كده.